أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من موعدنا الأسبوعي بعيون حفيظ دراجي. عيون حفيظ دراجي التي شهدت وعاينت أحداث رياضية كروية بالدرجة الأولى عديدة خلال هذا الأسبوع. سنحاول أن نبدأها طبعا كرونولوجيا حسب مواعيدها، وعندما نبدأ كرونولوجيا من بداية هذا الأسبوع يجب أن نتوقف عند نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر بامتياز على مدى 3 أسابيع، وكان الموعد مع المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. نبدأ طبعا من البطل، من المتوج السنغال الذي نال اللقب بجدارة واستحقاق. هو الأول من نوعه بالنسبة للكرة السنغالية التي تشهد تطور طبيعي كبير جدا بعد فوز السنغال الفريق الأول بلقب كأس أفريقيا 2022 في الكاميرون، ثم تأهلوا إلى نهائيات كأس العالم على حساب مصر بركلات الترجيح. ثم هو منتخب المحليين الذي يجمع الكثير من الشبان المتميزين يفوز بجدارة واستحقاق على المنتخب الجزائري في نهائي كان مثير دام 120 دقيقة، انتهى إلى ركلات الترجيح. خرج السنغاليون متوجين باللقب وخرجوا تحت تصفيقات جمهور جزائري رائع مبهر جدا طيلة أيام البطولة، وكان مبهرا أيضا في المباراة النهائية رغم أنه كان يأمل في تتويج منتخب بلاده أيضا للمرة الأولى في التاريخ بلقب بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين. يجب أن نتوقف عند السنغال لنحييه ونصفق له ونهنئه على التتويج، ونتوقف أيضا عند المنتخب الجزائري الذي كان قريبا من الفوز باللقب لو لم يضيع أيمن محيوس تلك الركلة الأخيرة من ركلات الترجيح، والتي أثارت في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الردود من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على تلك الركلة التي ضاعت. طبعا المنتخب الجزائري أدى بطولة رائعة جدا. أعتقد بأنه واحد من المنتخبات القليلة في العالم التي لعبت دورة مجمعة لم تتلقى أي هدف، فازت بكل مبارياتها، لم تخسر ولا مباراة، ومع ذلك خسرت اللقب بركلات الترجيح. أعتقد بأنها المرات القليلة. حدث ذلك مرة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2006 أتصور، ولكن لم يحدث كثيرا مثل هكذا أمر. السنغال فاز والجزائر خسرت، ولكنها لم تنهزم لأنه نظمت بطولة من أروع ما يكون بشهادة الغريب قبل القريب، بشهادة إنفانتينو، بشهادة موتسيبي، بشهادة كذلك كل اللاعبين والمدربين والفنيين والإداريين من مختلف المنتخبات الذين شاركوا في هذه البطولة. الجمهور الذي كان في مستوى تلك المرافق التي شيدتها الجزائر ولا تزال من أجل العودة إلى الواجهة القارية والواجهة الدولية أو الإقليمية ولا الواجهة الدولية لاحتضان كبريات الدوريات. بطولة لم تكن ككل البطولات لأنها كانت ميتة فأحيتها الجزائر التي قلت خسرت الكأس، ولكنها ربحت ملاعب رائعة جدا ومرافق، وربحت كذلك تنظيم راقي في مستوى الحدث. في بطولة أيضا تميزت بتوقيع 18 لاعبا إفريقيا لعقود جديدة، عقود احترافية جديدة، وتميزت أيضا بحفل افتتاح وختام أيضا في مستوى بلد اسمه الجزائر. طبعا الحديث عن التنظيم الجيد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين يقودنا للحديث عن ما هو قادم على الصعيد القاري بالنسبة للجزائر. تحدي الصراع من أجل تنظيم كأس أفريقيا 2025 وخلافة غينيا التي سحب منها التنظيم. تعلمون بأن الاتحاد الإفريقي سيقرر في الأيام القليلة المقبلة، الأسابيع الأشهر، لم يتحدد بعد الموعد لحد الآن، سيتم تعيين من يخلف غينيا لتنظيم كأس أفريقيا 2025 ومن سينظمها 27 ومن ينظم كذلك دورة 29. تتذكرون بأنني كنت أعلنت من قبل بأن أمور حسمت قبل تقديم الملفات وقبل الزيارات التفقدية وقبل التصويت، وبأن المغرب سينظم البطولة 2025. لا زلت أعتقد ذلك، ولكن التغيير المرتقب، أنا دائما أتحدث عن توقعات مبنية على معطيات ومبنية على معلومات من داخل البيت الإفريقي،
قلت بأنه الاتحاد الإفريقي أو الأعضاء 23 الذين سيصوتون أعطيت لهم التوجيهات بأن يصوتوا على المغرب في بطولة 25، وأعطيت لهم التوجيهات أيضا الآن لكي يصوتوا على الجزائر في بطولة 27 وليس 29. الأمر هذا قد يغضب نيجيريا وبنين، لأنه تعلمون بأنه منذ أكثر من 3 عقود الاتحاد الإفريقي لا ينظم بطولتين متتاليتين في منطقة على حساب منطقة أخرى بين الشمال وبين الجنوب، فكان من الصعب تصور تنظيم البطولة في المغرب ثم في الجزائر، أو في المغرب ثم في مصر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا. فهل تقبل نيجيريا الآن بأن تنتظر إلى غاية 29؟ لماذا هذا الجديد؟ لأنه الاتحاد الإفريقي وقع في إحراج كبير جدا بعد أن شاهد ذلك التنظيم الرائع جدا للجزائريين في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وتلك المرافق الرائعة وتلك الأصداء الكبيرة جدا للمسؤولين الكبار على مستوى الهيئة الدولية والهيئة القارية. وقع في إحراج الآن، يقول لك نعطي المغرب 25 ونيجيريا وبنين 27 والجزائر 29، معناها أنه لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الذي تشهده الجزائر. يلا سنعطي التوصيات بتنظيم بطولة كأس إفريقيا 25 في المغرب كما وعدنا وكما اتفقنا، ونعطي الجزائر حق تنظيم بطولة 27، وبعدين نترك نيجيريا وبنين لتنظم بطولة إفريقيا 29. صحيح أن المغرب يستحق، ولكن صحيح أيضا أن الجزائر تستحق أن تنظم 25. مهم نظمنا 25 أو 27، أعتقد بأنه الجزائر ستكون في الموعد، وأعتقد بأننا لا يجب أن نتوقف عند هذا التفصيل وهذه الجزئية، يجب أن نتعلم دروس أخرى. سنتفرغ لأمور أهم بكثير من تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم التي سننظمها بامتياز في سنة 27، وسننظم أحداث رياضية أخرى كروية وغيرها بامتياز كذلك بعد كل هذه الإنجازات التي حققناها على مستوى المرافق وعلى مستوى التجاوب الجماهيري الذي يبقى مكسب كبير وكبير جدا، لأنه هذا التجاوب الجماهيري ينم عن وعي كبير جدا وعن انخراط الجماهير الجزائرية في المنظومة الجديدة التي تريد أن تتميز وتبدع وتتألق في المنافسات الرياضية وفي تنظيم أيضا المنافسات الرياضية. إذن باختصار أتوقع بأنه الكاف ستقرر، لكن ليس قبل كأس إفريقيا للناشئين المقررة في الجزائر نهاية أبريل المقبل، حتى لا تحرج الجزائر. أتصور بأنهم سينتظرون إلى غاية ما بعد كأس إفريقيا للناشئين، وربما إلى غاية الصيف ليقرروا 2025 في المغرب، 2027 في الجزائر، و2029 في نيجيريا وكذلك في بنين. ونحن أيضا سنتفرغ أيضا لأمور أهم جدا من الكرة ومن تنظيم كأس أفريقيا في منحنى تصاعدي تشهده الجزائر على مستويات كبيرة وكبيرة جدا. طبعا لن نمر مرور الكرام على نتيجة رائعة جدا للهلال السعودي الذي تأهل إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية بامتياز بعد فوزه في مباراته النصف نهائية على فلامينغو بروعة، رغم أن هذا النادي ممنوع من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتين انتقاليتين. فريق كان مثقل بالإصابات، تقريبا 5 لاعبين دوليين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة ولكنهم غابوا. غدا سيشهدون مباراة للتاريخ أمام ريال مدريد. المركز الثاني سيكون نتيجة كبيرة جدا، أما المركز الأول فسيكون من دون شك إنجاز أكبر من المتوقع، إنجاز لكرة سعودية تستحق، إنجاز لهلال العالمي أيضا يستحق. يترجم هذا التحول وهذا التطور، ويترجم أيضا هذه التطلعات للكرة السعودية التي استخدمت رونالدو لنادي النصر وتتوجه نحو استخدام بوسكيتس، استخدام راموس، استخدام لوكا مودريتش، استخدام حتى لاعبين آخرين كبار. غايتهم هي إعطاء نفس جديد للكرة السعودية، غايتهم هي تنظيم كأس العالم 2030 بعد أن أدركوا ما لتنظيم منافسة من حجم كأس العالم من تداعيات كتلك التي وقعت حدثت على مستوى قطر. إذا هنيئا للهلال، هارد لك أيضا للأهلي المصري الذي لم يخيب، الذي يبقى أيضا عالمي رغم خسارته أمام الريال ب4. الريال كان أقوى، شيء طبيعي، وكان أفضل وتأهل إلى المباراة النهائية. الحديث عن الريال وعن الهلال وعن الأهلي وعن كأس العالم للأندية والكرة العالمية يقودني هادشي كتسمعوش هنا، هادشي ديال الهي يو. Please subscribe and click notification bell.